اهو انا بنتي بقت دكتوره لكن اتطلقت بدل المره 3. بنتي ما بيعيش لهاش راجل. بنتي لو ما كانتش اتعلمت كان الوضع بقى احسن كتير. انا متجوز، انا خليت بنتي طموحها يكبر ويعلى لحد ما وصلتها لكليه الطب، ومن يوم ما اتعلمت وبقت دكتوره وهي بقت تناطح اي راجل بيجي لها. قبل اصلا ما تتجوز كان بيتقدم لها شباب كتير جدا، كانت دايما بتنتقد فيهم حاجه، تقول لي ده يا بابا ما بيعرفش يتكلم، ده يا بابا مش فاهمني، ده عقليته غير عقليتي، واسباب كتير جدا جدا، لحد ما اتجوزت اول واحد. اول راجل اتجوزته للاسف ما كانش بيعجبه تصرفاتها. شغلها ابتدى يزيد وابتدت تدخل في الماجستير، وبعد الماجستير تحضر دكتوراه، وابتدت تفتح العياده وبقت تتاخر جدا جدا، وهو ما بقاش عاجبه، خاصه ان بنتي تخصصت في امراض النساء، ودي من التخصصات الصعبه جدا، والبنت او الدكتوره اللي بتثبت نفسها فيها بيبقى عندها كم كبير من الكشوفات، وده كان بياخد وقتها. كان بيجي يزعق ويقول لي انا زهقت من بنتك، انا حاسس ان انا مش عايش، انا حاسس ان هي الراجل وانا الست. اقول له ليه يا ابني؟ مراتك دكتوره قد الدنيا. يقول لي مراتي الدكتوره ما بشوفهاش، بتنزل الساعه 8 الصبح وبتجري بعد ما تنزل 8 على المستشفى الساعه 2 3 العصر تجري على العياده، وتفضل قاعده هناك لحد الساعه 9 و10 بالليل، ترجع مقتوله مش شايفه قدامها وبتنام. المهم خلفت ولد وانفصلوا، اتجوزت الراجل التاني، وساعتها قلت لها يا بنتي خلاص طالما انت قررتي انك انت تمشي طريق التعليم، ركزي بقى في دراستك وتعليمك وعيادتك. لكن هي قالت لي ازاي يعني يا بابا، انا صغيره في السن ومفروض ان انا اتجوز. اتجوزت واحد زميلها في نفس التخصص. قلت حلو جدا كده، الدنيا هتبقى تمام، وهو هيبقى مقدر شغلها وهي مقدره شغله. لكن البي كان بيغير من بنتي جدا، لان بنتي الزباين عندها لا ليها حصر، ما كتير جدا جدا جدا، زباين بالهبل، وهو ما بيجولوش زباين كتير رغم ان نفس التخصص. وابتدى الغيره تبقى في قلبه تجاهها، وابتدى طول الوقت يقول لها لا اقعدي ما تنزليش، احنا محتاجينك، انا عايزك تبقي موجوده. وهي تتخانق معاه وتقول له ازاي يعني، انت عارف ان العياده بتكبر وفتحت فرع تاني في مكان تاني. والتالت من البدايه كده ما عمرش معاها شهرين على بعض، بعد ما اتطلقت من التاني وقالت انا مش هتجوز تاني، فات يجي 4 5 سنين واتجوزت التالت اللي كان ما بيطقش نفسه من كتر الغيره، بيغير عليها من كل الناس. كان بيروح في العياده يعمل لها مشاكل مع الناس اللي في العياده ومع السيدات اللي جايه ومع رجالتهم، وكان بني ادم صعب جدا. انا عارف ان بنتي ما غلطتش في ولا واحد منهم، وعارف ان بنتي اتظلمت في ال3 جوازات، لكن انا اللي غلطان، يا ريتني ما علمتها. وبيقول ان البوست اللي لقاه انتشر ده بوست شايف ان هو يا ريته كان شافه من زمان، وانه موافق كل كلمه اتقالت في البوست. يا ريته بنته كانت عاديه زي اي بنت خدت دبلوم او خدت اي شهاده، فبالتالي تبقى قاعده في بيتها مستنيه العدل ومستنيه الراجل اللي هيجي يتجوزها، وتبقى راضيه بعيشتها، ولا تجادله ولا تنطحه. بنتي مشكلتها انها طول الوقت ما بترضاش باي حال مايل. لو الراجل اللي معاها قصر تطلب وتقول وتتكلم وتقول له انت قصرت ليه. لو الراجل اللي معاها كلمها بطريقه مش حلوه تقول له لا حاسب، اوعى تهني، انا الدكتوره فلانه الفلانيه. بنتي فعلا بقت شايفه نفسها، وطول الوقت حاسه ان ما ينفعش حد يتعامل معاها غير بطريقه معينه، ان كان اللي هتتجوزه او اهله، ما ينفعش ان هي تبقى حياتها ليهم طول الوقت. هي ليها نجاحها وليها كاريرها وليها تخصصاتها، وبتقول لي دايما يا بابا انا مش محتاجه راجل في حياتي غير عشان يحبني، انا مش محتاجه من الراجل اي شيء تاني، لان انا عندي اكتفاء ذاتي وعندي فلوسي وعندي حساباتي اللي في البنك وعندي عربيتي وشقتي. يعني انا محتاجه راجل يحبني واحبه، مش محتاجه حد يجي يقرفني ويضغطني. وانا في الاخر وصلت وقلت يا ريتني يا بنتي ما كنت علمتك، يا ريتني ما كنت كبرتك. ما انا بشوف بنات كتير من بنات العيله تعليمهم يعني على القد، عايشين ومعمرين بيوتهم ومعاهم بدل العيل 3. بنتي ما عندهاش غير ولد واحد، ما جابتش غيره، لانها برضو كانت مقرره انها ما تخلفش ولا من التاني ولا من التالت غير لما تحس بالاستقرار. وكنت اقول لها يا بنتي جيبي عيال، تقول لي انا مش هجيب عيال من كل واحد، وفي الاخر ممكن اتطلق. وفعلا اتطلقت بدل المره 3. انا ندمان اني علمت بنتي، مش عارف العيب فيا ولا العيب في بنتي ولا العيب في المجتمع ولا العيب في الناس اللي هي اتجوزتهم، انا مش عارف. كل اللي انا عارفه
ان انا كنت بتمنى لها انها تستقر. كل اللي انا عارفه ان نفسي انها تنجح، لكن كان نجاحها الاولى بيها هو بيتها وجوزها وعيالها. انا مش فرحان دلوقتي انها الدكتوره اللي عندها بدل العياده 2. انا كان نفسي بنتي تتهنى مع راجل يصونها، لو تعبت وقالت يبقى في واحد جنبها، خاصه ان بنتي يتيمه الام من وهي 5 سنين، وطلعت في الدنيا ما كانش ليها حد غيري، وانا وهبت حياتي كلها عشانها. ودلوقتي لو انا مت، بنتي ملهاش غير ربنا وابنها، وملهاش راجل يقف في ظهرها ولا يساندها. فأنا زعلان قوي قوي وندمان، ولو كنت شفت البوست ده من زمان متهيألي كان حاجات كتير اتغيرت في طريقة تفكيري.